ولد في ثانوي وطالع بيخطب وكمان بيسيء للمولد النبوي ولسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تعال اقول لك ايه اللي حصل. ولد في ثانوي طالع بيخطب وبيقول هل علينا يوم منيل بستين نيلة، واليوم ده يقصد بيه يوم المولد النبوي. طبعا وزارة الأوقاف تدخلت في الموضوع وقالت إن الولد دوت ولد لسه في ثانوي، وإن هو مش على قيد الوزارة أصلا، وإن طبعا هيتم التحقيق معاه، وبعد كده هنشوف هيعملوا معاه إيه. الفكرة بقى إن الولد دوت طلع وقال إن هو في وزارة الأوقاف، وقال قعد يعتذر قد كده وقال اعتبروني ابنكم وأنا غلطت وجل من لا يسهو والكلام ده كله، وبيعتذر طبعا للناس وبيعتذر لوزارة الأوقاف. موقف غريب جدا، والغريب ان الناس فضلت كمان قاعده في مسجد في الدقهليه اللي كان فيه الخطبه ديت، فضلوا قاعدين ومستمعين للولد الصغير دوت. معرفش الصراحه ازاي ولد في ثانوي يطلع للمنبر ويخطب وكمان يقول الهبل اللي قاله ده كله. انتوا بقى قولوا في كومنتات ايه رايكم في الموقف ده.